السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم معايا في مطبخي وصفة جديدة من وصفاتي. معاكم شيماء عزب، وان شاء الله النهاردة من مطبخي هنعمل كيكة باردة تحفة جدا جدا ب3 مكونات بس، سهلة وسريعة واقتصادية جدا، مش مكلفة خالص. اتمنى ان شاء الله ان الوصفة تعجبكم. اول حاجه معايا المكونات الاساسيه عندي هي بسكوت ساده وحليب. معايا 3 كوبايات من الحليب، ومعايا 3 معالق كبار من الكاسترد و3 معالق كبار من السكر، وكيس كريم شانتيه. الكريم شانتيه يعني حاجه زياده. المكونات الاساسيه هي البسكوت الساده والحليب والكاسترد، والسكر طبعا ده اساسي للتحليه. بستخدم طبعا يعني لو حد عايز يسأل نوع الكاسترد اللي انا بستخدمه، هو اللي في الصورة ده اللي هو حلو الشام. اول حاجة بقى هجيب الكازرولة او الحلة اللي انا هعمل فيها، هحط فيها الحليب واحط عليها الكاسترد والسكر، وهقلب المكونات كويس جدا. وبعد كده هاخدها ارفعها على النار وهقلب لحد ما الخليط يغلي ويتقل معايا. لما يغلي ويتقل هيبقى كده تمام وبقى جاهز. هجيب بقى الصينيه اللي انا هعمل فيها. انا عملت في صينيه مدوره اللي هي بتتفتح من الجنب. المقدار صغير، لو حابين مقدار اكتر ممكن تضاعفوا الكميه. هبل بقى البسكوت في الحليب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدا ارصه في الصينيه. طبعا ممكن نستخدم اي صينيه، ممكن صينيه عاديه، ممكن صينيه بايركس هتبقى حلوه جدا برضو، ممكن طاجن اللي هو الصيني او الفخار، يعني زي ما انتوا عايزين. حطيت بقى اول طبقة من البسكويت، وبعد كده هوزع عليها طبقة من الكاسترد زي ما انتوا شايفين كده، وهعمل تاني طبقة من البسكوت هبلها في اللبن. هنكمل بنفس الطريقة، وبعد كده اخر حاجة هيتبقى معايا حوالي معلقتين من الكاسترد، هحطهم في الطبق ده او الحلة. وهبدأ ان انا احط عليهم الكريم شانتيه البودر وشوية من الحليب، وهضربهم كويس جدا بالمضرب لحد ما الكريمة تبقى تقيلة وحلوة معايا وناعمة. هضربهم كده بالمضرب. انا بس بزود شوية حليب عشان يبقى يعني الخليط كريمي وحلو معايا. بعد ما اتضربوا بالمضرب بقى ده قوامهم. طعم الكريمة دي مع الكاسترد بيبقى طعمها تحفة جدا، وسهلة وسريعة ومش مكلفة خالص 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 بجد. يعني لو جربتوها هتعجبكم جدا. وكمان طعمها حلو، خفيفة قوي، حلوة للصيف وحلوة لرمضان، بجد حاجة تحفة جدا يعني. وزعت بقى طبقة الكريمة بالشكل ده، وانا زينت عندي هنا بصوص كراميل وصوص شوكولاتة. ممكن طبعا التزيين يبقى اختياري، ممكن اي حاجة. ممكن نحط على الوش يعني نطحن البسكوت ونرشه بس كده على الوش، هيبقى برضو شكله حلو وظريف. عملت بقى خطوط كده عشان يبقى شكلها حلو بالخلة، بشكل كده سهل وبسيط رايح جاي كده، وبعد كده بالعكس. طبعا بدخلها بقى التلاجة حوالي ساعة او ساعتين عشان تبقى متماسكة معايا. وطبعا هي بتتاكل باردة، بيبقى طعمها حلو جدا وهي باردة. بسلك بقى الجوانب بتاعة الصينية بالشكل ده وبفتحها من الجنب. زي ما قلت لكم مش شرط الصينية اللي بتتفتح من جنب، ممكن اي صينية. يعني حبيت الجوانب يبقى شكلها احلى، ف يعني غطيتها كده بحتة صغيرة من الكريم شانتيه المضروب. غطيت بس كده الجوانب. طبعا دي خطوة اختيارية ممكن تستغنوا عنها جدا. ده شكلها بقى النهائي، شكلها تحفة جدا وطعمها فعلا رهيب، وبجد بتخلص في ثواني، ويعني واحنا قاعدين كده بتخلص. ده شكلها كده من جوه. بصوا شكلها تحفة ازاي ومتماسكة ويعني فعلا والله لما تعملوها تحسوا ان انتوا عاملين حاجة كده متكلفة، وهي اصلا يعني بسيطة جدا ومكوناتها بسيطة قوي وما تكلفتش حاجة خالص. ده شكلها النهائي. اتمنى ان شاء الله ان الوصفة تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى لو مش مشتركين في القناة تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وكمان ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتنوروني بتعليقاتكم الحلوة. والف هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.